مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل خطير وسط تسريبات رياضية كشفت تفاصيل تورط رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والاقتصادي بالإطاحة بالمدرب الجزائري جمال بلماضي، وكيف عمل على الإطاحة به خلال الكوديفوار 2023، بل وصلت إلى حد توجيه اتهامات خطيرة لوليد صديق في تسببه بإقصاء المنتخب الجزائري من الدور الأول، بعدما توجه للاعبي المنتخب الجزائري ليلة مواجهة موريتانيا، وقام بتحريضهم ضد المدرب الجزائري جمال بلماضي، وعمد على تحطيم معنويات اللاعبين قبل مباراتهم المصيرية. وفجر الصحفي الفرنسي رومان مولين المعروف بكشف الفضائح والفساد في كرة القدم أنا وليد صافي كان يخطط للإطاحة بالمدرب الجزائري جمال بلماضي منذ مدة، حتى قبل انطلاق نهائية كأس إفريقيا 2023. وسرب مولين في تفاصيل خطرة ومثيرة أن رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة والاقتصادي توجه للاعبين إلى المنتخب الجزائري يوما قبل خوض مباراة موريتانيا، حيث تقرب من بعض اللاعبين وقال لهم بالحرف الواحد أن بلماضي سيرحل مهما كانت نتائجه في نهائيات الكان كوديفوار 2023. وحسب الأخبار المسربة، فإن بعض اللاعبين أخبار مدربهم جمال بلماضي بما قاله لهم رئيس الاتحادية الجزائرية والاقتصادية بشأن مستقبله مع كتيبة الخضر مهما كانت نتائجه في نهائيات كأس أفريقيا 2023. وأردف الصحفي الفرنسي أن صراع كبيرا كان شقا منه سياسي حصل في الفترة الأخيرة. ختاما، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في الفيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.